وخلي بالك الزوجة اللي بتقعد تقلب وتفتش في الماضي، الراجل يا جماعة ذاكرته ذاكرة سمك، بينسى. الراجل ذاكرة وذاكرة سمك. الراجل بينسى بسرعة المشاكل. يعني لما تيجي تحكي اقعد كده مع الزوجين واقول للزوج طب ايه اللي حصل وقتها، يقول لي لا مستحيل، انت عايزاني افتكر تفاصيل؟ قول لها هي هتفتكر لك التاريخ بالدقيقة وكنا لابسين ايه يوميها، لكن انا ما افتكرش التفاصيل يا استاذة، هي اللي فاكرة كل حاجة. وبعدين بقى يا ريتها فاكرة كل حاجة في الموقف، لا ده في 600 موقف حصل من ايام الفراعنة بتقعد هي بقى ايه تفتكرهم لي، بتأرشف في بداية. الله يفتح عليك، في بداية الزواج. طب وانتوا مر على زواجكم ده 19 17 سنة، انت بتذكري موقف من 12 13 سنة؟ ما شاء الله. احنا فين؟ فبقعد بقى اتكلم معاها، لا ارجوكي اذكري لي مواقف اخر سنة، اخر سنتين، اخر 3، مش من سنين. وده كتير على فكرة، زوجات كتير دايما بتيجي في كل مشكلة حصلت تفتكر له القديم. ما هو طبيعي يحصل بقى موضوع ان الراجل يتقفل. مش فاكره لي الحلو، دي فاكره الوحش بس. بقى هو انت كده مش فاكره لي اي حاجه كويسه. يعني انا ما عملتش حاجه حلوه في حياتي معقوله يعني؟ فارجوكوا نقفل ملفات الماضي اذا كنا فعلا بمنتهى الجديه والامانه عايزين نصلح الحاضر.